قررت النهاردة هعمل شيش طاووق مع المكرونة، بما اني بقالي كتير جدا ما عملتش مكرونة نظرا ان انا بعمل دايت. ولكن بعد ما نيمت بنتي اكتشفت ان انا كنت عاملة كوباية شاي وملحقتش اتهنى بيها، فقلت خليني قبل ما ابدأ اعمل اجراءات الشيش طاووق اشرب كوباية الشاي، بما اني بحب اشربها جنب الشباك اليومين دول. فقلت اقرا في الرواية اللي انا بقرا فيها ديت، لان انا بقالي كتير كام يوم بقالي ما قريتش فيها، فقلت خليني اقرا فيها شوية. ساعات في بعض الأحيان في حياتنا بنقرر أو ممكن نبدأ في حاجات وما نكملهاش نظرا لظروف بتحصل معانا فجأة، ولكن ده مش معناه إن احنا نوقف الحاجة. يعني لو الظروف انتهت وقدرنا إن احنا نرجع نعمل الحاجة دي فيفضل إن احنا نعملها، لأن ممكن يكون ربنا شايف إن الحاجة دي لو اتعملت في الوقت دوت كانت مش كويسة ليك، ولكن لما تتأجل فالوقت بتاعها لما اتأجلت كان هو ده الوقت المناسب ليها. وحاول بقدر الإمكان إن أنت تستمتع بحياتك زي ما هي، حسنها، اعمل فيها الحاجات اللي تحسنها وتخليها أحلى وممتعة بالنسبة لك. ولكن ما تقفش، ما تقولش الحاجة أنا عملتها وبدأت ووقفت، الظروف ما عنداني. الظروف بتاعتنا كلنا، مفيش حد موجود في الحياة ديت الظروف ما بتعندوش. احنا أصلا اتولدنا اتخلقنا في الدنيا دي علشان نواجه حاجات صعبة. هو ربنا خلقنا الوظيفة دي إن نواجه حاجات صعبة ونلجأ لربنا ونقول له يا رب احنا عندنا مشكلة، يا رب حلها لنا وكده. يمكن ده مثال بسيط جدا في اليوم لحاجة تافهة، هي حاجة تافهة حرفيا. أنا عملت كوباية الشاي عشان أشربها ما عرفتش بسبب إن بنتي عايزة تنام، فاخدت وقت في إن أنا أنيمها. وعايزة أقول لكم أنا ما بشربش كوباية الشاي سخنة أصلا، أنا بشرب كوباية الشاي دافية، فاش كوباية الشاي دفيت فإن أقدر دلوقتي أشربها. فتمام هقدر أشرب كوباية الشاي وأنا هادية وأقرأ شوية في الكتاب وأقوم أعمل الشغل بتاعي وبس. دي نصيحة النهاردة، باي باي.